ماذا بعد اتفاق بكين؟ هل التقارب الإيراني السعودي ينعكس إيجابا في لبنان وكيف؟ هل نجح اجتماع باريس أم فشل في تسويق المقاربة الفرنسية الجديدة؟ أسئلة لابد من مناقشتها في لبنانيز دياسبورا نيوز ايجنسي مع الكاتب السياسي جوني منير. أهلا وسهلا فيك الله أستاذ جوني. يخليك. بالمباشر أستاذ جوني دغري، بماذا نرد على وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان عندما يقول لبنان يحتاج إلى تقارب لبناني وليس تقارب إيراني سعودي؟ نرد عليه ولا نؤيده؟ أنا برأيي لازم نأيده. نأيده. صحيح. يعني احنا غريبين، وهيدي برأيي يعني بتجسد لك قديش فشل الطبقة السياسية اللي عندنا، يلي اعتادت دائما بتحط مصالحها، بتعطي اللي بتحط مصالحها الخاصة والذاتية اللي هي مش مصالح سياسية، حتى مصالحها الذاتية والشخصية، وبتعجل كل شيء وبتنطر من برا ليجي يعطيك الحل، لا يطلب هو مقابله أتمان له هو. معه حق. نحن، وانا اسف انه هالكلام، وانا من الجيل وانت من الجيل يلي دفعنا اثمان كثيره بالحرب واحلمنا بلبنان افضل، بس نحن بلد مع الاسف يمكن اخذنا بكير استقلالنا. نحن بحاجه لاعاده تاهيل وصايه نحن جديه لنفهم شو يعني السلطه عنا المقامه على مدرسه المصالح، مدرسه بسموها الزبائنيه السياسيه، اللي بيأمن مصالحه يلي بالسلطة فوق هو، وبيستعمل شو ما كان، ولو هبطت الدولة بيستعمل شعار طائفي، شعار مذهبي، شعار ما بعرف شو، بس ليأمن يترك المجموعة اللي معه، يخافت الغير من يخافت مجموعاتك من بعضهم، وتحته بيروح بيعين زلمه بالسلطة يلي بده اياه. وبالتالي نحن بنوصل لهون. ايه شو يعني ايه منأخر؟ شو يعني منأخر؟ اي بلد بيقعد بلا اكيد بتتجاوز المهله الدستوريه باي بلد، باي ذهن، باي ويني، باي ذهن نحن بعدنا بنفكر انه يجب تبديه مصلحه هذا الزعيم، وتقرب لي عليه هبط الدوله بس تكلي هذا الزعيم لانه هو قال هيك، هذا كلامه المقدس. لا، معه حق وانا بايده. كيف يقارب الملف اللبناني برأيك من القوى الخمس؟ القوى الخمس يلي الثاني فيها يلي اجتمعوا بباريس بداية. المجموعة هي إذا بدك هذه القوى الخمس، أنا بعتقد كمان مع الأسف صار في أولا هيك كبير، عنوان كبير في قناعة خارجية إنه لبنان بحاجة لفترة وصاية، لمرحلة وصاية، ونحن رايحين على مرحلة وصاية، ونحن عم نرحلها بإجرينا. وهي مرحلة الوصاية بتكون عبر كمان استبدال هذه الطبقة السياسية وإرساء ذهنية سياسية جديدة مختلفة عن الذهنية السياسية اللي عايشين. نحن عندنا مش ذهنية سياسية، إلنا ذهنية تجارة. فإذا برأيي هذا الواقع الدول الخمس يلي رايحين تحت هذا العنوان الكبير يلي هو التأسيس لمرحلة جديدة في لبنان، لحقبة جديدة. حقبة جديدة مش بالضرورة تكون نحن رايحين بالطريق وردية، لأنه بس تروح من محل لمحل عم تدفع أثمان هيلة. وبرأيي هلأ يلي عم نعيشه هو تدمير ما تبقى من مؤسسات هذه الدولة باستثناء الجيش والقوى الأمنية، لأنه مش مطلوب أنك أنت تشلع يعني تعمل البلد رماد. مطلوب أنه معلش شيء عم بتهدم أنت مؤسسات تبع هذه الدولة من أجل إعادة بنائها على أسس سليمة وبذهنية سياسية سليمة. اجتماع الدول الخمس هو من أجل المساعدة للذهاب، المساعدة من ضمن مفاهيمه في هذا الاتجاه، انه يكون الاستحقاق الرئاسي مش استحقاق رئاسي بس، هو استحقاق بيكون مدخل لمرحله جديده. مش هيك عم نحكي بتفاصيل كامله، وبرايي نحن رح نروح بهذا الاتجاه. طب لماذا فرنسا برأيك متمسكة بتسويات فرنجية نواف سلام؟ بسط الفرنسيين، وفي كمان جزء وجزء كمان له علاقه ربما بالمصالح، مصالح خاصه في المصلحه الفرنسيه مازجينها. مع الاسف بقول الكلام وانا زعلان. المصلحه الفرنسيه مازجينها بالمصلحه العامه اللبنانيه، وايضا في مصالح خاصه لدى بعض الفريق الفرنسي الذي يذهب في هذا الاتجاه. وعلى كل حال ما بيوصل يعني مصلحة بزنس. ايه رح فسر اكيد. هيديك هونيك في كلام كتير عن هيك. خليني اقول بالاول المصلحه الفرنسيه رح تاخذ انت بور بيروت، واخذته، ورح تاخذ انت محلات يعني كفرنسا. ونحن بنعرف كتير المشاريع اللي متروكه لفرنسا. بس هو شو عم بيقول؟ هو بيقول بالمطلق، خلينا اقول مسألتين وحتى ما نظلمه كتير. اولا
هنالك قرار، هذا الكلام الفرنسي الفعلي والجدي، هنالك قرار متخذ فرنسيا أوروبيا وحتى دوليا بعدم التضحية بلبنان التعددي. المقصود هون عدم ترك المسيحيين يفلوا غصبا عنهم، يعني ما بدنا اياهم، لانه هن كمان عم يساهموا تدمير حالهم او بازاله دورهم. فاذا هذا اساسي. لذلك مثلا بتشوف ما في نيه ابدا، ما كان في تجاوب ابدا مع فكره حزب الله او دعوه او قيل انه يريد حزب الله بالذهاب باتجاه المثالثه او نظام سياسي جديد. نظام سياسي جديد يعني باي باي، نحن بنفل. فاذا هاي النقطه الاولى. اما النقطه الثانيه يلي الفرنسي كمان بيقولوا بس نحن كيف بدنا نجيب رئيس جمهوريه اذا حزب الله مش موافق؟ خلينا نكون واقعيين. حزب الله يطلب ونحن ما فينا نعمل، خلينا طالما بدنا نروح على الكل انه نحن ناخذ بالمحلات الثانيه. يعني من هون اجت فكره رئيس الجمهوريه ورئيس الحكومه، رغم انه هذا مطروح بالخارج بس مش هيك. وانه لمسوا من حزب الله انه مش ناويين نغير نحن عن موضوع اسلامي فرنجيه. مشان هيك انا كنت عم بقول لك حدا اولا في نوع من السذاجه بالتفكير هيك، وحدا في نوع من المصالح الشخصيه. نحكى كثير عن رجل اعمال يعني لديه لبناني افريقي، لبناني يعمل في افريقيا، لديه المعروف ما بتسمي اوكي إيه، بس يلي معروف يلي يدعم، الذي يدعم بالنهايه خليني اقول انه لديه علاقات خاصة ببعض أفراد الوفد الفرنسي الذي يفاوض، يعني مثل يعني هلا شو بدي بهودي في كلام كتير حوله لهذا الموضوع. في مصلحة تجارية بين رجل الأعمال اللبناني الذي يدعم سليمان فرنجية والوفد الفرنسي الذي يفاوض أعضاء بالوفد الذي يفاوض على إقناع السعوديين في فريق فرنسي. صحيح في فريق فرنسي. البعض بيقولوا إنه يعني في خصوصا شخصين بالوفد الفرنسي، الفريق الفرنسي المكلف بالملف اللبناني اللي عندهم علاقة جيدة عنده علاقة حميمة معه، وفي كتير حكي بهذا الموضوع. خليني أنا ما بدي فوت بالتفاصيل، بس قد يكون المصلحة يعني في بيع المصلحة على هذه التسوية. إذا بتقرأ كتاب جورج مالبرونو لازم بدعيك لتقريه، اللي طلعه من كم شهر، اللي حكي عن فساد موجود لبناني امتداده فرنسي مع بعض الاشخاص وهونيك، وحكي بشكل مسبق وبيقول هو انه هذا سقوط فرنسي، لانه نحن هذا سيودي فينا باخر المطاف من اجل خساره دورنا او ما نقوم به في لبنان. وانا برايي نحن يعني رايحين وهلا يعني اكلوا صف على الفرنسيين في هذا الموضوع، لانه ما بتركب. الموقف السعودي منه سعودي لحال، الموقف السعودي هو تشدد سعودي بهذا الموضوع، انه انا لا اريد رئيس لإلي، بس ما بقى في رئيس يحمل نفس المواصفات السياسيه السابقه، يعني يكون حزب الله. انا كنا عم نقول من شوي تهديم مؤسسات الدوله موافقين عليها هن من اجل اعاده بناء مؤسسات تانية، وبالتالي تكون خارج نفوذ اي محور اقليمي. انا برايي السعودي متمسك بهيدي، وبالتالي نظرته الرئاسيه من انطلاقه من هذا الموضوع. وبرايي كمان الامريكي منه بعيد عن السعودي، رغم انه منه مبين بالواجهه. حضرتك قلت الفرنسي اكل صفحه، يعني حياكل صفحه، حياكل يعني الصفقه التي يسوقها لم تسقط بعد. انا بلا، لانه خليني اقول اول شيء صارت منتشره بشكل قوي، رغم انه كان هو عم بيقول باخر اجتماع ثنائي صار كان ما يزال متمسك بهذا الموضوع. بس لكن السعودي فهموا انه هذه مش وارده، والامريكاني من جهه ثانيه بيقول، الامريكاني عم بقول هون عم بعني مش الفريق المعلن، يعني مش التصاريح المعلنه، لانه عم بيجرب ياخذ دور الامريكي انه انا بمشي، بس بالحقيقه هو واقف مع السعودي ورا السعودي، هو مزكي له دوره للسعودي. بس لكن الامريكاني بيقول انه هيدي السذاجه او براءه ان نفكر بهذه الطريقه في لبنان، لانه شو عم بيقول الفرنسي؟ هيدي ما بين رئاسه الحكومه مع الاتفاق من هلا على موضوع الحكومه كيف، مع التزامات من حزب الله انه ما بيطيروا الحكومه ما كذا ما كذا. الامريكاني عم بيقول له طب ما انت عندك تاريخ حافل بالاول، انت منك شايفه بالتاريخ الحافل ما كان هيدا عم يركب. هلا انا برايي مشان هيك يعني اولا ما بفتكر الاجتماع الدول الخمس حيتكرر مره ثانيه. هلا يقال انه رح يصير سداسي وكذا، لا هلا مساله ثانيه بس سداسي. ما هو بدي اقول لك
مثل ما هو هيك ما بقى في لزوم، لانه نحن بيقولوا مسكوا كل الباقيين انه ما اعلنا واتفقنا عليه في المرحله الماضيه، ما في شيء طرأ علينا نغيره. ان عملوا اجتماع على تاني على مستوى فرق العمل تبعهم بالسعوديه، عمل من حوالي اسبوعين او 3 اسابيع، كرروا التاكيد على ما حصل بالاول، ولذلك عم بيقولوا ما في نيه تعمل اجتماع جديد هيك الا في حال رحنا على مستوى وزراء الخارجيه. ساعتها بيكون غير شيء عم تحكي انت، عم تعطي برنامج كامل، عم تعطي الاجتماع الصفه الرسميه النهائيه، وهذا اللي مشينا فيه وتفضلوا مشي، يعني بيكون لا يرعى الاتفاق، يعني بتكون قطعته مشيت. عظيم. بس تروح على اجتماع وزراء الخارجية، شو المطلوب؟ على شو بدهم يروحوا؟ يعني شو التمهيد للإيصال إلى هذا الاجتماع؟ ليك نحن مربوطين بالمنطقة إجباري، إن كان يعني الفرقاء أو إن كان خصوصا حزب الله. حزب الله يعني لديه هو واضح رابط قوي جدا متين جدا بإيران. البداية ما حدا منهم بيقول انه انا بدي يعني اجي لقاتل حزب الله، وهذه يجري تسويقها انه الجيش بتجي بتحطه مش حزب الله، هذا كلام اعلامي مش صحيح، ما بده اياه. بس انه بالوقت ذاته حزب الله يعمل تموضع جديد، يعمل ريجيم لحضوره، ويكون حضوره تحت سقف الدولة، يعني الدولة هو ببطل يظهر بهوديك المسائل، ويكون الفريق الأقوى. ما عندي مشكلة اللي بيقولوا الأمريكان. الأمريكان بينظروا للموضوع اللبناني على أساس أنه لا يجب تسليم لبنان الشاطئ اللبناني للروس، يعني ما بدنا حليف إيراني ولا يلي بصير دغري حليف روسي. فإذا مفهوم موقفهم، مش هيك تعمل لك موقفهم الفعلي، هذا هو هيك، هي هيك بيقروها. حزب الله بالوقت ذاته كان عم بيحاول لا انه انا بدي اتمان. اذا بدك السعودي عنده مزبوط، هلا بعد شوي بدك تحكي انت عن الاتفاق، عمل اتفاق معه، بس طلع بالاتفاق شو قال؟ انه والايراني مزروق كمان بده الاتفاق، انه هذا الاتفاق انا بشكل انه مثلا الحوثيين باليمن وقف سلاح باتجاههم، بده يوقف، ما بيل شو ما بيل بده يعطي استثمارات بالداخل. فاذا هو معاوز الاقتصاد اللي صار مهتر الشارع بايران، تعبان كتير من الوضع الاقتصادي، بالمقابل هونيك بدك توقف كل انواع التعاون مع الحوثيين العسكري والامني، وهذا بيطال حزب الله في بيروت والضاحيه الجنوبيه. فاذا هاي التركيبه اللي عم تصير بالمنطقه نعم تنعكس على لبنان بدءا من هذه المواضيع. يعني ما فيك تعمل اتفاق مع الايراني من دون ما تشمله حزب الله بالضاحيه اللي كان السعودي بيقول انه عنده دور هونيك، وهو حسب حزب الله بيقولوا عن دور استشاري، هذا السعودي بيقول لا كان عنده دور امني عسكري قتالي. بغض النظر بس في هنالك علاقه، ونحن شفنا بعده مؤتمرات كان يبين يمنيين بالمؤتمرات يلي كان يعملها السيد حسن نصر الله، يعني يلي تكون موجود فيها. فاذا هذا الشيء حتى الاستخبارات السعودية كانت عم تبرز بعض القادة مظبوط. الحزبيين من حزب الله. انا عم بقول اتهام هذا موجود، بس انه هو عم بيقول لك كان عم بيبين لك انه يمنيين موجودين. فاذا بغض النظر عن هيدي نحن داخلين بالاتفاق، ولو كان بموضوع اليمن مش بشقوا اللبناني، ما فيك تقول له وقف هونيك وما بعده مكفي. اثنين، هنالك كمان نية لقدام. نحن هلا الانهيار يلي هو متسارع، لانه الابر يلي كنا عم ناخذها المورفين عم تقرب تخلص، عم تخلص، ورايح على شيء اسوء اسمه نهايه ولايه حاكم مصرف لبنان. فاذا هلا عم بيتسارع وكل شيء بيشوط عالي كثير. قديش في يكفي انا ومعند من دون ما اقدر اروح على اتفاق واقعي؟ شو اتفاق واقعي؟ رئيس الجمهورية لا ينتمي الى اي محور، مشان هيك نحن عم نقول انه الفرنسي برايي فات بالحيط، رح يروح يفوت بالحيط. لا ينتمي الى اي محور. واثنين، اعاده بناء هذه الدوله مع ضمانات هون انه هذه الدوله لن تكون بمواجهه حزب الله. انتبه، لن تكون بمواجهه حزب الله. اذا بدك الامريكان اللي عم بيقولوا كمان، خليني يعني بسطها اكثر، انه هذه الدوله اسمها لبنان افترضها شركه. كان حزب الله بال 2016 مع وصول عماد عون لرئاسه الجمهوريه وفوزه مجموعته بالانتخابات النيابيه بالاغلبيه بال 2018، يوم قالت ايران صرنا نحن على شاطئ البحر الابيض المتوسط. هلا بنفهم يعني صرنا على شاطئ، يعني بنركب كل شيء. هيدي بدك تغيرها من خلال مجلس اداره جديد بتعطي الامريكيين او الغرب 55 60%، بيبقى لحزب الله 40%، بس رئيس مجلس الاداره بيكون غربي. يعني اذا بدك عم بسطها بس حتى تنفهم بشكل اوضح. ما حدا طالب يلغي المحل الاخر، بس انه
لك حصة من ضمن السقف اللبناني، المفهوم اللبناني، واللي بده يكون انه هون المفاصل الامنيه العسكريه كنا عم نحكي لانه ما بيعطيه بعد شقفه من الشاطئ اللبناني او شقفه من شرق البحر الابيض المتوسط منشان يستعملوا لانه اذا بده يجي الروسي مش يتسبح، يستعملوا باطار الرقابه العسكريه على الناتو وعلى الحركه الملاحه العسكريه بالبحر الابيض المتوسط. مستحيل طيب يعطيها يعني الامريكان. القصة انه المطالبة بنزع سلاح حزب الله وهالضغوط او هالشعارات التي ترفع في وجه حزب الله يلي نحن فايتين عليها بالمرحلة المقبلة، هيدي شعارات؟ لا هون كمان في كلمه بالاخر في الواقعيه مع هيدا، انه لا تنتظر انه تقول له حزب الله تعال يجمع لك سلاحه بالسكنات ويقول لك تعال تعطينا اياه. يعني مشهد سوريالي غير قابل للتصديق، هذا مش واقعي، مش قابل يتنفذ وما في عندك قدره. لكن شو البديل عنه؟ انه هذا السلاح يكون موجود بمخازنه تحت الارض وغير قابل للاستعمال، هلا ما عنده وظيفه. على سبيل المثال انت عملت الترسيم البحري، الترسيم البحري لما تعمله انت واقر فيه حزب الله انه انا اللي موافق عليه، وعلى كل حال هو فوض عليه خط المفاوضه المضبوط كان حزب الله مع الامريكان من خلال اللواء عباس ابراهيم، هي ما نغلط فيها يعني. هذاك الخط الثاني كان صوري شكلي تقريبا شكلي. طيب لما عم تعمل انت هيدا شو عم تقول؟ انت عم تقول انه حرب ما بقى في، يعني هذا السلاح تبعي هونيك ما لا استعمله. شو طلع بنظريا بعد حزب الله؟ انه هذا السلاح من اجل ضمان تنفيذ الاتفاق. لا، هون صار شيء ثاني. هون نحط اذا هذا السلاح هو ضمان تنفيذ الاتفاق هو الجيش اللبناني. السلاح بضل موجود بس دعمني فيه انا ممنونك، بس تتركوا الاولويه والامره لا السلطه الشرعيه، وهذا اللي عم نقوله. ولكن هذه السلطه الشرعيه لن يكون عندها نوايا انها تروح تعمل صدامات او مشاكل او مزدوجين وفق مفهوم حزب الله، مؤامرات على حزب الله، لا. بس لكن تلتزم، يعني انا السلاح لا بشوفه لا بحس فيه ولا بشعر فيه ولا بكون بضل بحس موجود بسطوته؟ لا إيه طبعا، لانه لما بيكون في عندك دوله فعليه جديه، مشان هيك هون اجى مثال جوزيف عون. ليش اجى مثال جوزيف عون؟ مثال جوزيف عون اجى انه بالجيش لما بقول لك، يعني انا بتسمع جبران بيسيل، هو جبران عنده مشكلته الشخصيه، وانه كيف بده ينجح حدا تاني وانا بينت فشلي، او انه مشاكلي او اهوائي الشخصيه. انت لما عم بتروح على ميشيل جوزيف عون لما كان هو قائد جيش منع اي تدخل. بتعرف كانت حصص انه انا بدي فلان وهذا الضابط فلان وهذا الضابط وهيدي المنطقه الي وهذا، مثل ما بيصير قوى الداخل، مثل ما بيصير المؤسسات الامنيه، هودي لإلي هوني. هو منع. هيدي احدى الكلاش يلي السبب الاساسي للكلاش اللي صار بينه وبين جبران بيسيل. انه ما في كان بده مخابرات جبل لبنان ويعينه مخابرات الشمال، يعني عنده ما قبل وما قبل مع غيره وما قبل مع حزب الله. حزب الله عنده منطقتين اساسيتين او ثلاثه خليني اقول، يلي هي البقاع، يلي هي الجنوب، يلي هن بيروت كون الضاحيه، او بعبده يعني كون الضاحيه الجنوبيه بتطلوا. قال له انا معي، وراح عمل التعيينات هو كمان، وعملها كمان خلافا لما سأل عن سعد الحريري يلي ولع يومتها وصار ينتقد. بين بعدين بس عمل هالتعيينات انه هذه الاجهزه اولا اللي عينتهم انا بالبقاع يلي هو ممتاز، اللي عينته بالجنوب يلي هو عم يشتغلوا جد، بالاول كان في ما في خبرك كيف كانت القصه، يلي هو عم يشتغلوا وامنوا بشكل ممتاز من دون ما يقربوا على الموضوع السياسي تبع حزب الله، من دون ما يشكلوا تهديد له. بدليل بقلب بعلبك عم يداهموا، بقلب الهرمل، بقلب المحلات، وبمنطقه بهالظروف الصعبه الاقتصاديه ما حدا اشتكى. وحتى بجنوب يعني تصور كان على الميله وما كان في موضوع سياسي. وهون حزب الله بعدين شاف انه ايه صحيح ما اخذ برايي، بس لكن تعييناته كانت سليمه، ما كان فيها خلفيات سياسيه مؤامراتيه، ولا كان بالوقت ذاته كان هيدا عم يشتغل بالامن بشكل امن وهيدا بيريحني. هون هذا النموذج بدك تعطيه بالدوله، تروح لتعمل من دون ما تعمل شقق مفروشه، يعني مش مثل ما صار بالقضاء يلي راح يقول لك مدعي عام هون لإلي، هذا مدعي عام هونيك لإلك، هيدا القاضي هون لإلك، هيدا كذا لإلي. شو صار في القضاء؟ كانت النتيجة الطبيعية والمنطقية تبعه الانهيار يلي صاير فيه. هيدا رغم الأحوال تبع البلد تشلع القضاء، هيدا لك جسم العسكري طيب كما هو. المقاربة الجديدة يلي حضرتك عم تحكي يقبل بها حزب الله؟ هذا أحد الأسئلة، أنا برأيي ما بيرفضها،
بس طبعا بيتمنى غيرها. هو بيتمنى كان بالاساس بالتدرج انه طيب انا عم بتخيل بالتدرج يعني بلش بالتشدد على سليمان، رح أقول لك. الدرجة الثانية والثالثة شو؟ راح اقول لك قبل ما هيدي انا هو بيفترض اذا بدك يفكر سليمان فرنجي ونتيجه يعني، بس انه انا اوكي بعرف انه فيتني مرحله جديده اكبر مني، انه بالاخر بدي فوت عليها، وبلشت اعطيت حسن نيه بهيدي المرحله الجديده، بلشت فيها بموضوع الترسيم البحري. طيب بس انا لحتى اعطي سلاحي بده يكون هلا من دون وظيفه، بدي الاقي له عنوان، واحد اثنين، لحتى هيك بدي مقابله. شو مقابله؟ طيب ما بيقولها بشكل واضح بس سمعوا فهموا بالاول انه بدك انت تغير النظام السياسي بالبلد، يعني بدل اتفاق الطائف. كان الصرخه الخارجيه ما فيك، واذا برا قالوا ما فيك يعني ما في، يعني هيدي بدي اياهم برا، وبالتالي قالوا له ما في هيدا، لانه كانوا بيعرفوا او بيتوجسوا او بيظنوا انه هذا الثلث اللي ممكن ياخذه بالمتالته، هو الثلث اللي ممكن ياخذه حزب الله، بده يكون في من ضمنه بده قياده الجيش. قياده الجيش ليش؟ ساعتها تشتغل النموذج العسكري هون يلي بيكون متوافق مع التحالف الايراني الروسي، مش هيك؟ مستحيل انك تعمله، ما بيعملوه برا. فاذا هيدي اولا حطوها على جنب، وبرايي وصل لاثنين. عم بيقول هو تاني خيي ما بدي غير من هذا اتفاق الطائف مثل ما كان، اجى سعودي بعدين السوري جوفوا من جوا وهو سقطوا على بدي هيدي. انا برايي حتى هي ما فيك تقرب باي اتفاق لقدام، بيعطيك ضمانات امنيه بس ما بيسلمك باي طريقه القرار جزء من القرار الامني او العسكري في لبنان، لانه هذا القرار بياخذ يعني معاني اخرى. نحن عم نقيسه على قد القياس اللبناني، بدك تقيسه ابعد في المنطقه، في الساحل الشرقي. احدى اهداف الامريكيه يقال لاطاله حرب اوكرانيا هي استنزاف روسيا، من اجل تقول لها بعدين تعبت كثير، هيدي اللي عندك القاعده البحريه بطرطوس بدي شو انا كيف بدي اعمل انا وياك فيها، ما بتركب معي اني اترك الناتو يلي هو القوه الاساسيه بالعالم، انما اتركي تحت رقابه، لانه شو القاعده العسكريه؟ معدات رقابه وما رقابه واستطلاع وكذا، ما راح اترك لك اياها. الامريكاني بيقول ما راح اترك لك اياها. طيب هل سقط ترشيح سليمان فرنجي؟ وهل جوزيف عون هو رجل المرحلة المقبلة كرئيس للجمهورية؟ سقط ترشيح سليمان فرنجي بعده مطروح من حزب الله. طيب بس مقتنع حزب الله التسويق اكثر من الفرنساوي برايي انا ما راح يقدر يلاقي، واصطدم بهذا الموضوع لاعتقاد البعض انك بتغير انت السعودي بيغير. قلنا السعودي خلافاته للسعودي او تناقضاته للسعودي مع الايراني كبيره، ما ننغش بالعناوين. هلا يلي عندك فتره اختبار لها علاقه باليمن تزبط او ما تزبط، بس التناقضات كبيره، ولن يتراجع عن موضوع التوازنات، اعاده تصحيح التوازنات خصوصا في سوريا ولبنان. خصوصا احد السفراء السعوديين في اوروبا بيلتقى باحد، ما حددت البلد قلت في اوروبا لحتى ما ناشر عليه، بيقول له احدى الشخصيات اللبنانيه اللي التقته، بيقول له انت ما تغلط، لبنان بالنسبه لنا اهم من تركيا. تركيا اعطيناها 5 مليار مشان لبنان اهم بالمفهوم الامني، لانه لبنان يعني سوريا يعني الاردن بيفرط يعني عندي بالسعوديه، وبالتالي الواقع الامني في لبنان مهم بالنسبه لي انا، مش بالتفاصيل اللبنانيه كنا نشتغلها بالسابق على الطريقه السعوديه القديمه. يعني مقاربه انه السعودي لبنان بطل له اهميه تغيرت المنهجيه السعوديه بالتعاطي مع لبنان، هذه معلومه خاطئه. لا بلا تغير الشكل، بس تغير يعني شو تغير بس فيها يعني بعده بس مش تغير اكيد مهم للامن. يعني بيكون السعودي بسيط اذا بفكر غير هيك، وعلى كل حال مش بسيط بهذا الموضوع. الامن الحيوي السعودي لبنان، الاردني عم يهتم فيه، كان ما عنده مشاكل والله، ليش عم يهتم فيه كان الاردني؟ شفت الملك الاردني كيف كان يسال دائما ويقرب وشو بدكم نساعده، المهم ما تنهاروا، لانه يدرك جيدا في لبنان الانهيار ينمي اجمالا ايران تبرع بموضوع استثمار الفوضى لصالحها تجويع، يعني جنوب سوريا، يعني عندي بالاردن يلي اصلا عندي مشاكل كثير اهو تكي بطقه، يعني صرت انت على حدود السعوديه، يعني صرت بقلبها وحدود الضفه يلي كمان مشاكل ممكن تعمل لك اياها، ومع مصر. لذلك لبنان كتير مهم اعاده ضبطته، لذلك ممنوع انه ينهار لبنان، لذلك كمان الحمايه اللي عم تنعطى للجيش اللبناني يلي قادر رغم الظروف جهنم انه انت ممنوع تنهار، انت لازم تضلك تساعد، لانه هيدا انت بتأدي لتثبيت الامن. لذلك انت اذا بدك تكفي اكثر، ايه بعتقد من ضمن هذا المنظور ومن بعد المسعى الفرنسي يلي اجهد، انا بعتقد وحزب الله هلا سيبقى متمسكا بسليمان فرنجي، لانه بالاخر بده الديل
بده يعمل ديل مع الامريكاني، بس يعمل ديل لهلا بعد ما فتح معه الامريكاني. مين اللي بده يعمل ديل مع الامريكان؟ حزب الله طبعا. شو بده مين بده يضمن لي اياهم لقدام؟ عنده لائحه مطالب. الامريكاني تارك الوضع عم بيهر، اوكي ما رح ساعدك هلا، لانه هيدا بيضاعف من وزن حزب الله بالتفاوض، يعني من الوراق اللي بايده، بيحرق الوراق بايده. بس لكن هون نرجع نقول اللي هن بيفضلوا مثل ما كنا عم نقول اعاده امساك الساحه اللبنانيه. اعاده امساك قلنا اسلوبه لجوزيف عون كان ممتاز معهم، بين انه وقد ما تعرض له لضغوطات، وانا برايي خدمه جبران لما مره يقلب عليه وزير الدفاع، مره مدري شو، بين جوزيف عون انه صلب، انه ما خدمه، انه هاي صفه بيردوها بدهم اياها. واثنين بدهم الجيش مثل ما هو هيك لهو يستلم كمان لقدام مع هذه الصفات يلي هي منيعه من اجل اعاده بناء الدوله، ويلي ما فيها لعب تحت سقف. طبعا ما في فساد عنده، هو مسائل مش موجودين، بس تحت سقف انه انا امسك الوضعيه اللبنانيه بشكل جيد. هيدا الغرب بده اياه، نحن بنضلنا نعند، بنضلنا عم نفرط، بنقرب لموضوع غزه. يعني بالنسبه للغرب جوزيف عون او الفوضى؟ لا اترك الفوضى، انت عم تشوفها عندك، عم بيقول لك انت بالفوضى عم تزيد، ما بتروح لهون. هي مش قصه جوزيف عون، برجع بصرحت لك قصه وضعيه يجسدها من ضمنها جوزيف عون، مش كرمال شخصه يعني هذا، بس انه في بدائل بالاسماء لهلا لا برا ما شفت. رغم انه البعض بيقولوا انه ربما بيفكر البعض يروحوا باتجاه الخيار الثالث الاقتصادي. هن مش همهم يعني الاقتصادي، اكيد هن حيتولوا هون. اذا بدك الاقتصادي، اذا بدك كمان النظريه اللي انطرحت، لانه في كثير حكي في هذا بالكوليس، انه خلي يكون في رئيس الحكومه، رئيس جمهوريه ورئيس حكومه. اول شيء لازم يكونوا متجانسين ليقدروا يتعاونوا لقدام. هاي تضلك عم تقتلوا مع بعض وتوظفوا الطوائف بوجه بعض وتخربطوا الوقت، شو هذا لازم يكونوا متجانسين. فاذا مش لا يتصادموا مع بعض. اثنين، لازم يكونوا خارج الطبقه السياسيه المعروفه المعهوده، هن والحكومه. الحكومه الجايه مش لازم تكون نتاج لهذه الطبقه السياسيه او اكسجين لها. ثلاثه، واحد منهم المفروض يكون يقدر حتى تحمل بناء، اعاده بناء الاداره وفق اسس سليمه وقويه ترجع. وواحد ثاني يكون مساعد او دافع اقتصادي في هذا الاتجاه. من هون طلعت نظريه انه اذا بيكون جوزيف عون رئيس جمهوريه لانه قادر يبني وبين انه قادر يحمي ويفشي وصلب، وبالوقت ذاته يكون رئيس الحكومه هو يعني عنده دافع او ممكن يؤدي وظيفه في تسميه الدافع الاقتصادي. ما في كتير يعني ما طلع اسامي اذا بدك، بس انه انك تجيب شخصيه سنيه اقتصاديه، مني حريري يعني مين؟ وتعطي مش بالضروره يكون راس مالي، يعني راس مالي بهذا الموضوع، لكن عنده فكر اقتصادي شغل دافع. بس اللي بده يكون هذا كله سوا تحت اطار خروج من المحاور، وبالوقت ذاته النظافه، ما يكون في فساد. يعني في تسميات، في اسماء ما يعني الاسماء اذا بدك. يعني هون لما طرحوا مثلا موضوع رئيس الحكومه نواف سلام، انا ما شفت خليني اقول، بس انا ما تاكيدا للي عم تفضل تقوله، انا ما سمعت انه السعودي محمس له كثير، مش ضده، بس مش محمس له مثل ما نحن معتقدين. يعني نحن مرات بتختلط علينا الامور. مشان هيك عم تقول ما جاوبت كثير مزبوط، عم بتقول ما عنده خلفيه، وربما هذا احد اسباب عدم الحماسه. مش ضده، برجع بقول مش يعني بيوقفوا وجهه، بس لكن بفضلوا ربما شخصيه اقتصاديه او استثماريه تقدر تعمل دفع للواقع الاقتصادي في لبنان. طيب هناك تسميات اخرى؟ انا ما سمعت برا لهلا يعني بالمحافل الجديه دوليه ما في غير جوزيف عون، بس خليني اقول ممكن كل شيء يعني بس شرط تكون من ضمن نفس العنوان العريض يلي عم نقوله. يعني بيكون يعني اهبل بسيط سخيف اللي بيفكر انه هول 3 سنين ونص يلي تعرضت فيهم الدوله، يلي هرت لحالها الدوله بس ما ساعدوها، وانتم وصلت لمحل انه هيدي المؤسسات يلي كنت عم تشتكي منها تحللت، ترجع تنط فوقهم وترجع تبلش على جديد مثل كانه ما صار شيء، يعني تكفي بنفس السيستم. قد ايه بدنا نكون بسطة؟ ما هي الصوره قدامنا واضحه. هيدا بدك تتجاوزه وترجع لك مثل ما كنت. انا برايي اللوجيك هبل ضد المنطق يعني سخافه. اكيد نحن بدنا ناسس على شيء. لما عم تعمل تركيبه جديده، اعاده بناء جديده للدوله، بده يكون في حدا كل شيء جديد، وبده يكون حتى
الامبريلا تبع الدوله جديده، وهلا يعني هيك المنطق بيقول. طيب بعد عندي كم سؤال استاذ جوني. وليد جملات يردد دائما، واليوم كان يستغرب كيف يفضل سمير جعجع الفراغ الذي يعيد الي هاجس التقسيم. نحن امام اي مشهديه ضمن المعارضه؟ جديين بحكي عن تقسيم؟ اعتقد انه بيعرفوا كثير منهم انه هلا اعتبارهم انه الفيدراليه تقسيم، وانا كنت عم بسمع لما طلعت هاي النغمه، وبرايي كان مشان الضغط عليه، لانه هو الفيدراليه هي اتحاد يعني ارقى انظمه الاتحاد بالعالم. هلا تطبق ما تطبق بلبنان، اكيد في صعوبه تطبق هلا بلبنان، بس انك اتهام بهذا الموضوع لتروح انه انا بدي اعمل، ليش التقسيم بيدي؟ ليش حدا بيقدر انا بدرج هيدا باطار الصراع الداخلي او تسجيل النقاط الداخليه بين بعضهم. هلا وبرايي لما نحكي ايه انا بموضوع النصاب، رغم بعتقد يومتها كان انا برايي استعجلوا بموضوع انه ما بنحضر، بس بعتقد كانوا عم يسمعوا الفرنسيين، انه الفرنسي لما كان ماشي بهذه المعادله فرنجيه ونواف سلام كانوا عم يسمعوا للفرنساوي انه نحن عم نروح بنعطل، وبرايي متناغمين كمان كانوا مع الموقف السعودي. بس لا هون في عندك عدد الاصوات الكافي، ما عندك 50 تحت ال50، وهونيك بدك صياغتين. هلا هيدا الكلام برايي جزء منه كمان عم بسمي غيره، يعني في قوس على سمير جعجع بس عم سمي غيره. برايي كان عم بسمي حزب الله، انه الذهاب باتجاه المحل هذا بيؤدي لتحلل، بيؤدي لخساره، بيؤدي لكذا، بيؤدي لكذا. برايي انا هيك فهمت، يعني سوزانتاندو مثل ما بيقولوا الفرنساوي يعني ضمنا كان عم بسمع حدا تاني او عم بيروح على تاني، ما قادر يقول له يتوجه له مباشره. في بالانس بالبوينتاج النيابي، انه مش قادر ولا اي فريق ياتي برئيس من دون موافقه الاخرين. هي صحيح، هذا صحيح. هلا هيك مشان هيك هيدي نقطه قوته لحزب الله. اول شيء ما فيك يجي رئيس نقطه قوته ونقطه ضعفه بذات الوقت، او لا بيعرف هو انه تغيرت الظروف. يعني شوف طلع معركته كيف عم يدورها غير ما معركه 2016. حزب الله قيادته فيك انت تتواجه انت وياه، بس ما فيك ما تقر انه قياده ذكيه واقعيه تدرك جيدا حساباتها. على كل حال المسار اللي عملته بين لها انه هي تعمل دراسه مضبوطه، مشان هيك ما بعرف اني حاكي معهم، بس ما بعتقد انا انه واهمين نفسهم انه هن بعدهم مثل التوازنات تبع 2016. ما بعتقد هالشيء. طيب بيعرفوا كثير منيح التوازنات تغيرت وفايتين على مرحله جديده، بس عم بيعلي قد ما فيه حتى بس يقعد يحكي مع الامريكي، وبيعرف انه الامريكي ما بيقدر يكفي هون من دون ما تعمل ديل معي. بس قلت لك كل مين عم بيجرب هوديك انه تاركين انه هيدي بركه بتحرق من الوراق اللي بايده، وناطر هو لهلا يقدر يجرب قد ما في اقصى ما بيقدر نشره. لذلك مش من مصلحته انه هلا سليمان الفرنجي يعتذر، انه اذا اعتذر كيف انا شو فوت، ولا من مصلحته انه يبين انه ضعيف، دائما بيقول قديش فينا وكذا. على كل حال السيد حسن باطلالاته الثلاثه الاخيره قال بدنا نحكي. طبعا مش عم بيوجه كلامه هون انه يحكي مع سمير جعجع، عم بيوجه كلامه انه نحكي مع الامريكاني يلي بيقدر الضمانات الكبيره اللي فيها. طيب هالممارسه يلي عم بيمارسها الرئيس نبيه بري بالدعوه الدائمه لجلسه تشريعيه بغض النظر من دون الدعوه الى انتخاب رئيس، وين رئيس نبيه بري برايي عنده غير حسابات. اوكي شو هي؟ رئيس نبيه بري حساباته بده ديل كمان، بس ديل على قده. يعني نبيه بري بتعرف انت كان عنده نفوذ واسسه من خلال الدوله اللبنانيه، وبالتالي بده شريك بالسلطه، مش مثل ما اجى يعني مشان عم تناكفوا وياه، يعني صار يتزاحم وياه مين بده خدمات الدوله له اكثر. هو لا بده شريك هذا اولا يحميله نفوذه داخل الدوله اللبنانيه، بس ما الدوله الكل اللبنانيه عم بيهبطوها، يعني عم بتهبط مش لياخذوها. هيدي انت جزء منه. مثلا بتسال حالك سؤال، طيب ليش عم يحمي لرياض سلامي رغم انه كان سبقتني نفس الشيء نفس المنطلق؟ هل الرئيس بري هو الحامي الاكبر لرياض سلامي؟ الشيعة حتى كمان حزب الله برأيي الثنائيه الشيعيه. الرئيس بري اكيد ليه؟ يحمي مصالحهما او شو؟ في ايه هلا بدك تشوف شو عامل رياض سلامي. كان شاطر يعني قاعد وعم بيعطي الكل مع كل هذه الطبقه السياسيه، من حزب الله للرئيس بري لسعد الحريري لا تيار الوطني الحر لا وليد جملات لك، يعني كلهم كان عم يشتري ويبيع معهم ويعطيهم يلي بده اياه. وانه
عيش وسيبني اعيش يا بيه، تعرفها هيدي المصرية. بنعيش سوا نحن وياك. ف هلا هون عندهم اول شغله ما بدهم اياه، في طبعا ما بده انه ينفات على الملفات تبع مصرف لبنان، مشان هيك الحمايه تبعه الاولى. الثانيه في سبب ابعد برايي عند حزب الله، انه اذا هر هلا رياض سلامه الليره يلي تبقى بتطير، عم نشوف عم تبلش تفز 40 50 الف ليره، بكره بتفز 100 الف ليره بنفس النهار. وهذا عامل ضغط عليه، لانه البيئه تبع حزب الله مزبوط في ناس من افريقيا بس لكن مش كلها البيئه، في جزء اساسي منها بالبقاع هي وبالجنوب هي من القرى، يعني موظفين بالدوله تبع الرئيس بري، هودي كلهم على اللبناني، وبالتالي هو تاثروا كثير بالانهيار. وانا ما قادر يعني هودي بيصيروا عامل ضغط علي، مشان هيك لك عامل الوقت هون عم يلعب ضد مصلحه ضد مصلحه حزب الله، بخلاف 2016 لما كان عامل الوقت عم يلعب لا مصلحته، لانه كانت المعادله بتسمح تلعب لمصلحته، وهون عم تلعب ضد مصلحته. وبالتالي هودي كلهم سوا بده انه ما يهر بالسرعه الوضع الواقع المالي والمعيشي، لانه هذا يؤثر سلبا علي انا. طيب، بانتظار التسوية أو نضوج المقاربة يلي عم تعملها، عم تخبرنا إياها، نحن أمام شو من هلأ لوقتها؟ أمام يمكن انهيار، في تسارع، في خلاف، في اشتباك، في 7 أيار للوصول إلى هذه يعني خليني اقول لك مشاكل امنيه بخلفيه سياسيه، عناوين سياسيه ما في. أوكي. بس مشاكل امنيه يعني دم على بخلفيه سياسيه لا، بس دم بسبب الفوضى الاجتماعيه ايه وارد. هلا بتقول لي الدم يعني الدم، بقول لك ايه بس هذا معنى إيه. وهداك معنى اخر. على الأقل يطوق هيك إذا كان بس بيكون بالسياسة. دم كمان، كمان عالم بتقب، وهون عم بتحط انت الجيش بوجه الناس يعني، والبعض يعني لا يبنى عليه. ايه لا يبنى عليه كمشروع. أوكي. بس انه بلحظته بشع ثقيل ودم دم. يعني توترات أمنية سياسية مفتعلة للوصول مثل 7 أيار مشاريع لا، مشاريع ما في. عرسال دم ما في. جبل محسن والاشتباكات اللي صارت مع طرابلس ما في. طيوني كمان الطيوني انا برايي، رغم ان الطيوني طوقت تكتها وفهم انه ما في شيء ابعد، انا برايي حتى الطيوني ما في. لكن دم فوضى، مشكل على الطريق، متظاهرين صاروا تقاتلوا، صار في رصاص، صار له 4 5 قتلى، ممكن، هذا ممكن. وهذا في تسارع للانهيار. هلا قديش فينا نحمله ما بعرف. وهون يمكن هذا التسارع عم بيقول لك، قالت بربرا ليف على كل حال، ما قالت هي انه بكره هتشوفوا. يعني انا برايي هون حزب الله بده يعمل حساباته كيف بده يكفي فيها. برايي حزب الله لهلا شايف الامريكاني بعد ما حكي مع اوليك ربما كان ناطر شيء اقليمي. الاقليمي صار هلا، هذا بيساعد، يعني الاقليم السعودي الايراني صار ناطر اكثر، بده موضوع رفع عقوبات عن ايران. يمكن هلا الامريكاني كمان ما كان كتير قاسي معه للايراني بموضوع العقوبات، ما عمل عقوبات جديه 100%، ترك له محلات ليستفيد باتجاه اوروبا وباتجاه غض نظر كتير. يعني هاي حسابات داخليه بتصير عندهم هن. بس انا بعتقد انه ما بتقدر تكفي كتير بهذا الوضع، خصوصا اذا انهارت الوضعيه، البيئه تبعك بتنهار. واكيد هو بيعرف، حتى ولو قال لا وجرب يظهر بموقف تاني، بس بالحقيقه يدرك جيدا انه بيئته عم بتجوع. طلع عصابات كيف نميت، والزعرانات كيف نميت، والمخدرات، ما هيدا الجوع والهيدا هودي بيئه مثاليه من اجل نمو العصابات كمان والجوع بتعرف انت هيدي. المقاربة يلي قدمها حزب الله، الفوضى بالداخل، عم يتهم الامريكاني وناقشناها، الفوضى بالداخل مقابل الفوضى في الخارج بعد الاتفاق السعودي الخارج وين يعني مع اسرائيل. هو لوح بموضوع اسرائيل، الحرب مع اسرائيل. هو اللي وحكي اليوم على الدغري بكوع عنا، لانه الاسرائيلي قال له انا مستعد. بس في تسلل اليوم الى داخل اسرائيل. اليوم اسرائيل عم بتقول يمكن يكون هذا المتسلل من مجموعات حزب الله وليس من حماس. هذا القديم ولا لا في يعني تبع مجيدو يلي صار مجون. بس بين انه مش انا بستغرب كتير إذا حزب الله بيتورط بعمل مباشر ببين إنه جاي من نجوم لبنان، يعني يكسر قواعد اللعب. بستغرب كتير، لأنه ما بعتقد إنه هو آخر شيء شو بدي بالكلام العالي السقف، راح عمل ترسيم البحري، يعني ما بده الحرب، يعني ما في يفوت بالحرب كمان. ما نحن ما فينا نفوت بالحرب، الوضع الاقتصادي تبعنا ما بيسمح لنا.
تخيل انت بتهبطوا البيوت، مين بيرجع بيعمرهم هلا؟ البيئه تبعك وين بيروحوا؟ انا ما عم هبط حيطان، بس عم اقول هذا ظرف ما بيخليك تكون مرتكز بقوه لتروح باتجاه الحرب. لذلك بعتقد كان رفع السقف، قلت لك لما نلوح بالموضوع ده. هلا بقلب اسرائيل بشيء شو مساله ثانيه، بقلب اسرائيل مساله ثانيه. بس انك انت من جنوب لبنان باتجاه اسرائيل، انا برايي ما بستبعد كثير منيح. الموعد برايك، سؤال اخير هذا للانتخاب؟ خاف اني اقوله، بس قديش فينا بعد ننطر؟ انت برايك فينا ننطر هيك بهيدا الانهيارات السريعه اللي عم بتصير لنوصل بحزيران وبتموز في استحقاق حق مصرف لبنان؟ شو بده يصير يعني من مش هلا؟ مبين. وانت نهاية برايك، حزيران تموز. انت برايك اول شيء تمديد لرياض سلامه كانت هالنيه موجوده، كانوا بدهم يمدوا له. انا اعي ماذا اقول. وقصه المحاكمه اللبنانيه بس بتفوتوا لجوا وبتطلعوا منها كلين، بتقولوا انه ما علي شيء، تعال نرجع نمدد لك. الامريكاني وجه الرساله تبعه عبر الحدث، تلفزيون الحدث، تتذكر الخبر اللي رجعوا صحيح. حطوه، بس كانت رساله عم بتقول انه وشو تهموا بالتعاون مع حزب الله. صحيح. بنفس الوقت القضاة اللي اجوا من برا وبرأي الاوروبيين رح يرفعوا فيه مذكر توقيف، يطلع إدانة فيه من اوروبا بشكل انك ما فيك تمدد. فاذا هيدي حط تلتغي. اثنين، انك تعين بدله، انا برايي ما بعرف، عندك اول شيء مين بده يسترجفوه بهالجو لجوا، عندك حدا مرتب. واثنين، اذا رافضينه من برا في مشكله، مش بالهين تفوت عليه. ثلاثة، انك تحط محله وسيم منصوري يعني الحاكم الاول لمصرف لبنان، ساعتها عم بتحط حدا شيعي مع وزير المال شيعي. الانهيارات الاقتصادية رح يحملوها الطائفة الشيعية بس، وهذا انا باعتقادي انه اخر شيء ممكن يلجأوا له، لانه مؤذي له. الافضل انك تجرب بهذه الانهيارات السريعة انك تروح، انا برايي للتعمير، خصوصا انه الظرف الاقليمي صار ملائم. يعني نحن من هلا لا يصير في تبادل العلاقات الدبلوماسية بين سوريا، بين السعودية وإيران، سيكون لدينا رئيس جمهورية. لا خليني اقول من هون لحزيران تموز مفروض، اذا يعني باخر ما تبقى لنا من عقل نستعمله. وعلى كل حال تطلع، بس هي مش قليله المشاكل. بدك تشوف المكتسبات، ما عم نقول حزب الله بده يرجعوه من 70% 75% بالشركه لل 40%. يعني هيدي مكتسبات بده يخسرها، وبالاخر هي ضغطة عليه، مش بالهين عم بيسلمها. وتطلع بكلامه، نحن بنعرف انه ما حدا سلم. اللي سلم، تذكر كلامه لسيدنا نصر الله، اللي سلم ما رحموه، كيف تصرفوا معه، كيف كذا، ما انتم مش رح نسلم. هيدي هون، وهيدي مرتبطة بسوريا كمان. اذا بتشوف كمان تصعيد بسوريا كمان نفس الشيء، عنده واقع موازي لنا، عنده انهيارات، عنده مجاعة ببعض المحلات بده، بس بالوقت ذاته كمان عنده النفوذ الايراني عنده جوا، ويلي الخليج ما راح يعطيه. مزبوط، هلا عم يفتح عليه ليسحبوا من الحضن الايراني شوي او ليبعدوا شوي عن هذا السؤال، بس خفت يصير في مربوطين ببعض، نفس الوضعيه. نفس الوضعيه. يعني راح على الامارات بهذه البهرجه لي. طبعا هل سينجح الخليج باستدراج؟ اساس فوتوا التركي ليكون هو موازي للايراني ويوقف وجهه بسوريا. صار الزلزال وطلع لبرا، وهلا خبصت الانتخابات ومش معروف وضعه لاردوغان. فاذا رجع قرب وهو بده ياكل كمان، قلت لك في حاله مجاعه بيقرب عليه ليسحبوا لقد ما فيك. خي بدك مصريات ايه، بس في استثمارات مستعدين نحن، بس في هيدي الايراني بده يخفف نفوذه شوي بالسلطه، وبدك تعطي بها السلطه كمان شيء ما لموضوع التسوية السياسية، تعطي لرئيس الحكومة السنة والحكومة تكون جدية. يعني في مشروع كبير ونحن جاهزين لنحط المصريات. اللي عم بقوله المبدأ متشابه ما بين لبنان وسوريا، المبدأ متشابه ما بيناتهم. ما بعرف، بدك تشوف. أنا بدي أشكرك السيد جوني منير على هذه الحلقة. لا، أنا بدي أشكرك. مشاهدينا شكرا للمتابعة، انتهت الحلقة، تابعونا في حلقات لاحقة، إلى اللقاء.